السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني كتير، وكمان بحبكم كتير في الله. النهاردة يوم جديد بفناجين جديدة وابراج جديدة. النهاردة 5/6، فنجانك جديد وحصري على القناة على صفحة الفيس يا برج السرطان. ارجو منكم لو لسه مشتركتوش تشتركوا عشان تكونوا من ضمن اسرتنا، اسرة ام مازن في عالم الروحانيات، وكمان عشان يوصل لكم كل اشعار بكل فنجان ليكم انا بنزله. لو قدرتم كمان ان انتم تعملوا شير او مشاركة للفنجان في اي جروب انتم تعرفوه يبقى كتر الف خيركم. ساعدوني على النشر بالشير الكتير وباللايك كمان. والنهاردة بتمنى ان انتم ما تنسوش بالله عليكم اللايك تفرحوني بيه. ماشي حبايبي؟ عايزاكم تتمنوا لنفسكم كل خير بإذن الله تلاقوه. عايزاكم كمان تصلوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونتوكل على الله. طيب بصوا يا برج السرطان، هو هرجع لفتحة الفنجان من هنا. مبدئيا كده انت في شخص راجع لك من سفر وجاي لك عامل لك مفاجأة، يعني جاي لك مفاجئ بمعنى صح. الشخص ده انت على علاقة بيه، ممكن يكون هو يعني شريك ليك انت، يعني تعرفوا في ما بينكم علاقة، او ممكن يكون حد من اهلك، حد قريب منك. الشخص ده ممكن يكون اسمه محمد على فكرة، عشان في الطريق مكتوب محمد، ماشي؟ او ممكن يكون انت بقى يا صاحب الفنجان اسمك محمد، فرجع لك شخص على فكرة من بلد بعيدة بإذن الله. ماشي؟ عندكم كمان طريق سفر مفتوح ليكم انتم على خير بإذن الله. عايزة اقول لكم على حاجة، بالنسبة للناس اللي هي في طاقة انتظار لسفر بشغل، او هي مقدمة على سفر بشغل ومستنية ان حد يرد عليها من المكان اللي قدمت فيه، بإذن الله إن شاء الله عندكم فرحة تخص سفر. يعني في عندكم اتصال يخص سفر أو مكالمة تخص سفر على فكرة. وفي كده حاجات كتير مهمة كده هتحصل معاك الفترة دي حلوة. وبص، أنا عايزاك تحصن نفسك، مش هقدر أقولك أكتر من كده. ليه بقى؟ لأن يعني أنت عامة النظرة عليك جامدة قوي يا برج السرطان، والنظرة كانت موقفة عندك حاجات كتير الفترة اللي فاتت، وأمورك الفترة اللي فاتت ما كانتش متظبطة، وفيها لخبطة وفيها تشتت من جميع النواحي. يعني انت كان عندك لخبطة في قلب شغلك، كان عندك لخبطة وتشتت ومشاكل بتقابلها في قلب بيتك، كان عندك لخبطة ومشاكل بتقابلها في معاملاتك مع الناس وتأجيل وتأخير، كان عندك مشاكل بتقابلها في علاقاتك كمان، سواء علاقاتك دي مع اشخاص انت بتحبهم كان دايما في مشاكل ما بينكم، دايما ما كنتوش على وفاق، او حتى في يعني معاملاتك المادية، معاملاتك في اي شيء انت بتتعامله، في اوراق بتخلصها، كان في وقف حال عندك. وممكن يكون انت لحد دلوقتي برضو حاسس بالشيء ده، يعني لسه الطاقة دي موجودة عندك. فعايزة اقولك على حاجة، حصن نفسك بالله عليك. انت مازلت لسه مضغوط من الفترة اللي فاتت، الضغطة اللي كانت عندك يعني كانت مع الصباك كمان من الواضح، بس كل اللي انت كنت فيه وكل اللي كان بيحصل لك زيادة عن اللزوم بصراحة عليك، ده كان سببه عين. العين كانت بتخلي عندك في فشل في اشياء كتير بتحصل معاك، كانت بتخلي عندك الحاجة ما بتكملش معاك، حاجات حواليك كده بيبقى فيها خراب وكانت بتضايقك نفسيا. بس انا شايفة كل اللي جاي ليك خير. يعني اول حاجة ظهرت لي بشارات خير ليكم على فكرة، فمعنى كده ان اللي جاي ليكم كله يا رب شهر 6 يكون كله خير ليكم بإذن الله. فالفنجان انا شايفة في امور عندك كانت متلخبطة وفيها تشتت بتنتهي عندك على خير، بس احنا عشان
نحس بالحاجة الحلوة اللي جاية لنا أو بالبشارات اللي ظاهرة لي دي تيجي لنا بسرعة. يا ريت إن إحنا نحصن نفسينا. كمان عايزة العزاب منكم يحصنوا نفسهم، وبالذات العزاب، ودينا هو بخصكم. ليه بقى؟ لأن عزاب كتير برضو منكم انتم الفترة اللي فاتت علاقاتكم ما كانتش بتكمل، كان دايما فيها فشل، ما كانتش بتتم معاكم، وده برضو بسبب النظرة اللي عليكم على فكرة. فأنا شايفاكم انتم الفترة دي في وحدة عايشين كده فيها بسبب الوضع اللي انتم كنتم فيه، او انتم زعلانين على نفسكم. بس انا عايزه اقول لكم ان اللي جاي كله خير ليكم. في ارتباط عند ناس كتير منكم على فكره، في اتفاقات هتكون عندكم تخص ارتباط وتخص فرحه ليكم. وشايفه كمان للبعض منكم الارتباط او الفرحه دي او الاتفاقات تخص شخص قريب منكم، ممكن يكون حد من ولادك، ممكن يكون حد من اخواتك. في استقرار هيكون عندكم الفتره اللي جايه عامة يعني. فحابة ان انا اطمنكم. في اشخاص انت بتستشيرهم الفترة دي، لان انا شايفاك انت قاعد في وسط ناس ممكن ما تكونش استشارة على قد ما هي اتفاقات على شيء، يعني شيء انت عايز تعمله او عايز تقوم بيه، او شيء ده ممكن يخص الاشخاص دي معاك، فانت عايز تاخد رأيهم قبل ما تاخد اي خطوة في الشيء ده. ممكن الاستشارات دي تخص ارتباط زي ما قلت لكم، في اتفاقات عندكم حلوة وجميلة. أصحاب برج السرطان، برضو بعض الطاقات منكم عندكم تجديدات على فكرة انتم بتعملوها في قلب بيتكم. لإما انتم يعني بتجيبوا عفش جديد، لإما بتوضبوا بيتكم، بتنظفوه الفترة دي، بتغيروه، بتستعدوا لاحتفال، بتستعدوا لمناسبة عندكم، ففي تغييرات في قلب بيتكم. ممكن برضو يكون انت ناوي ان انت يعني ايه تبيض بيتك، تجدد فيه. ممكن تكون انت بتلم حاجتك وبتحضر نفسك عشان تروح عتبة جديدة، لان في ناس منكم كتير ناويين ان هم يروحوا عتبة جديدة على فكرة، وهيروحوها على خير بإذن الله. في كمان تغيير في شكلك انت بتعمله يا برج السرطان، او انت ناوي من جواك ان انت تغير من شكلك وتعمل حاجة جديدة كده، نيو لوك جديد. يعني بص، انت عايز تحسن من نفسيتك ومن اي وضع انت فيه، وانا يعني احييك على كده. على فكرة انت عندك خروج من طاقة سلبية يا برج السرطان، فالفترة دي بإذن الله انت بإيدك هتساعد نفسك، وربنا سبحانه وتعالى كمان هيفتح لك كده وهيبعت لك زي بشارات تفرحك وتخليك تحب الحياة وتخليك تاخد خطوة ان انت تغير من نفسك وتغير من امورك. برج السرطان، في حاجة بس انا شايفاها، فدي برضو من ضمن الطاقات السلبية اللي بعض الطاقات منكم عايشين فيها، وهو تفكيركم في الماضي، في ذكريات الماضي، وفي اللي راح منكم في الماضي، سواء اشخاص انتم بعدتوا عنهم او فرص ضاعت منكم تخص شغل، تخص اي شيء كان معروض عليكم انتوا كان ممكن تشتروه، او كان يعني كان ساعتها تقدروا ان انتم تعملوه، بس الخطوه كنتم خايفين منها او ما خدتوهاش. فانا شايفاكم انتم عمالين تلوموا نفسكم على حاجات كتير ضاعت او حاجات كتير ما كانتش من نصيبكم. فديني بقول لك ان هي ما كانتش من نصيبك، يعني كلام حتى روحانيا طلع مني، فهي حاجه ما كانتش من نصيبك، فاحنا ما نفتكرهاش. احنا كده بنزعل على حاجات يعني ممكن لو كان هي دخلت حياتنا او حصلت معانا كانت هتبقى شر لينا. فربنا سبحانه وتعالى ما بيجيب لناش غير كل خير، ولو علمتم ما في الغيب لرضيتم في الواقع. فيا ريت تفصل عن الماضي وعن اي طاقة سلبية وعن اي شيء يعني انت بتحزن نفسك بيه يا برج السرطان. استقبل الطاقة الجديدة، استقبل الطاقة الايجابية. ماشي يا حبايبي، في فرصة شغل حلوة جاية لكم، جميلة، عندكم مقابلة شغل جميلة، عندكم انترفيو حلو، وهيكون عندكم نجاح بإذن الله يا برج السرطان. النجاح اللي عندك مش بس يعني عن طريق شغل انت داخله او انت في شغل بتجدد فيه، لان بعض الطاقات منكم من الواضح ان انتم بتعملوا تغيير في شغلكم، بتجددوا في شغلكم او بتتعلموا حاجة جديدة تخص شغلكم، في فكرة جديدة انتم عايزين تعملوها في قلب شغلكم. وبعض الطاقات النجاح عندكم في قلب دراسة على فكرة، فكلكم مش زي بعض، فربنا ينجحكم كلكم ويفرحكم، اللهم امين يا رب العالمين، ويجعل دعايا من نصيبكم. في بشرة خير على فكرة تخص حمل،
في بشرة حمل عندكم بإذن الله لناس كتير منكم. شايفة كمان لو انت في طاقة انتظار لفلوس، الفلوس دي هتجيلك على خير، انت عندك طاقة رزق جايلك الفترة دي. بس عايزاك تحذر من اتنين، في اتنين شبه الافاعي في قلب حياتك، في اتنين وشهم ناشف في قلب حياتك. الاتنين دول حقيقتهم مش ظاهرة ليك، هما بيتكلموا معاك وانت على علاقة بيهم على فكرة، فهم من قدامك بكلام من وراك بكلام تاني بيتكلموا عليك. فخلي بالك الفترة دي من كلامك مع الناس اللي حواليك، وحافظ على أسرارك يا برج السرطان على قد ما تقدر، عشان ده تحذير ليك. ماشي. الفترة دي بعد الطاقات منكم من الواضح ان انتم بتفكروا في حد كتير، والحد ده شاغلكم قوي، الشخص ده انتم مش قادرين تطلعوه من فكركم ولا من قلبكم، كمان مشغولين بيه على فكرة. الشخص ده ممكن تكون انت قعدت معاه فترة طويلة، يعني كانت علاقتكم ببعض كانت على مدار سنين مثلا طويلة. الشخص ده ممكن يكون هو بعد عنك دلوقتي، او في خصام ما بينكم، او في حاجة منعتكم عن بعض. عامة انا شايفة ان الشخص ده هو راجع ليكم، كون بقى انتم تقبلوه ولا لا دي راجع عليكم. بس انت بصراحة انت بتحب الشخص ده وبتتمنى ان هو يرجع ليك، ياخد خطوة معاك، يكلمك، في تخاطر ما بينك وما بينه كمان كتير، ونفسك ان علاقتك بيه تتحسن ويكون عندكم استقرار ويكون عندكم ارتباط وحاجات كده كتير انت نفسك مع الشخص ده. بس انا ارجع واقول ان انتم عندكم رجوع للشخص ده باذن الله على خير يا اصحاب برج السرطان. برج السرطان خلي بالك، لان الفترة دي في مواضيع كده انت فيها او بتحصل حواليك ممكن تأذيك او تتعرض منها الأذى. بص، عامة في بعض الاشخاص كده حواليك ممكن تدخلك في مشاكل تخصها هي، فحاول ان انت ما تخشش في اي مشاكل او اي حوارات تخص اي حد حواليك، ما توقعش نفسك في مشاكل ولا تصدر نفسك يعني في مشكلة لحد، ما تدافعش عن حد. خليك في حالك يا برج السرطان. برج السرطان انا عارفة ان انت شخص مش بتحب الغلط وما بتحبش الظلم، ولو في ظلم واقع على حد قدامك انت بتتدخل وبتتكلم، بس انا مش عايزاك تبقى متسرع لاني بعد كده المشكلة بتبقى معاك انت. فانا عايزاك يعني تكون مركز في حياتك انت. خلي بالك كمان لان في ناس يعني ايه ممكن تدخلك في مشاكلها وممكن تقولك كلام انت ما قلتهوش، ففي حاجات كده حواليك كتير يعني ما ينفعش انت تكون متواجد فيها. ما تحملش نفسك كمان فوق طاقتك في حتة ان انت تحل مشاكل الناس يا برج السرطان. برج السرطان انا شايفة ان انت يعني الفترة دي في ناس هتعرضك لمؤامرات او هتوقعك زي ما قلت لك في حوارات انت مالكش فيها، فخلي بالك واحذر، احذر يا برج السرطان. البعض منكم ومش كلكم خلي بالكم من نفسيكم ومن صحتكم، لان انتم متعرضين لتعب صحي شوية وعندكم زيارة للدكتور. طبعا ارجع واقول البعض مش كلكم عشان محدش يخاف، بس في ناس ممكن تتعرض لحساسية في الصدر، ممكن تتعرض لتعب في العظم او وجع في العظم، ممكن وجع في السنين، فعندكم عامة زيارة للدكتور. شايفة كمان ان انت الفترة دي ممكن تساعد شخص هو طالب منك مساعدة او طالب منك دعم. الشخص ده عنده حاجة تعبانة نفسيا على فكرة، فشايفاك انت يعني هتحاول ان انت تقرب منه وتعمل معاه خير بحيث ان نفسيته تكون مرتاحة الفترة اللي جاية. هو متعرض لشيء يعني تعبه نفسيا. بعض الطاقات منكم انتم جايلكم هدية على فكرة، وجايلكم دعم من شخص برضو، في شخص بيدعمك بالكلام، بيديك طموح، او هو شخص طموح فبيخليك تطمح لاشياء كتير. يعني هو الشخص ده بيدعمك بالدعم الايجابي، يعني عايزه اقول لك، وممكن يكون بيدعمك بفلوس كمان. في هديه جايه لك، ممكن تكون جايه لك عن طريق فلوس، بس في فلوس جايه لك عامه يا برج السرطان. برج السرطان بعض الطاقات منكم مش بينطبق على الكل، انتم مقررين ان انتم يعني ايه تخرجوا من علاقة، او انتم لسه بتفكروا في الشخص ده، او بتفكروا ان انتم تديله فرصة اخيرة في علاقة. الشخص ده من الواضح ان هو
يعني تعبكم قوي، انتم جيتم على نفسكم كتير عشانه، اتنزلتوا كتير عشانه، عشان انتم بتحبوه او باقيين على العلاقة، اديتوله فرص كتير وضحيتوا كتير عشانه. بس الشخص ده من الواضح ان هو مش كويس وما قدرش اللي انت عملته عشانه. وشايفة الشخص ده على فكرة انت تعبت معاه كتير وخلاص وصلت معاه لاخر مرحلة، انت مش حاسس معاه بالاستقرار. فممكن تكون الفترة دي انت بتفكر تسحب نفسك من العلاقة او ما تسحبش نفسك من العلاقة، بس انت متردد، بس انت ما عندكش استعداد ان انت عامة تتنازل مع الشخص ده تاني. فممكن تكون مديله فرصة اخيرة، والشخص ده لو هو استمر في اللي هو بيعمله معاك وما قدرش اللي انت بتعمله، شايفك هتسحب نفسك يعني دون رجعة، يعني مش هتفكر حتى في تاني. يا برج السرطان، برج السرطان بالنسبة للناس اللي في قلب شغلها، اللي بتسعى لترقية أو لمنصب جديد، بإذن الله في حاجة حلوة هتفرحكم في قلب الشغل، لا إما منصب جديد لا إما زيادة هتاخدوها. شايفة كمان بعض الطاقات منكم أنتم في علاقة ثلاثية، لا إما أنت راجل معاك طرف ثالث او انت مرأة وعرفت ان شريكك معاه طرف ثالث. عامة عندكم خروج للطرف الثالث واموركم هتكون بخير، فحابة ان انا اطمنكم. فلو عندكم مشاكل الفترة دي، المشاكل دي هتنتهي برضو على خير وهتنتهي على صلح. بعض المتجوزين منكم عندكم مشاكل، بس سبب المشاكل اللي عندكم ان شريكك عنيد وشريكك متحكم وشريكك بيحب في العلاقة يسيطر. وممكن يكون شريكك بيتكلم معاك باسلوب الامر، او بيقولك اعمل امشي يمين ما تمشيش شمال، او امشي شمال ما تمشيش يمين، والاسلوب ده انت مش عاجبك، يعني انت مش عاجبك اللي هو بيعمله معاك، ازاي يعمل معاك كده. فانت يا برج السرطان الفترة دي ممكن تتنرفز على شريكك وتتعصب عليه وتاخد جنب منه وتتجاهله وتعلمه ازاي يتعامل معاك. فكلكم مش زي بعض، هي ممكن تكون الرموز ده عكسية، ممكن انت يا برج السرطان اللي بتعمل كده مع شريكك، ماشي. فكل واحد ياخد اللي بينطبق عليه، بس عامة هو شريكك هيرجع لحجمه الطبيعي على فكرة وهيتراجع معاك في المعاملة وهيحاول ان هو يقرب منك. معلش شريكك شوية عنده حب التملك وعنده حب القيادية، يعني هو التحكمات بيحب يتحكم، وهو شخص قيادي وعنده طموح قوي. فهو يعني صارم شوية او صلب شوية، فمشاعره كمان جامدة وقلبه جامد. فمعلش بس انت بايدك ان انت تغير الاسلوب اللي مش عاجبك في شريكك. على فكرة خايف على اولادك الفترة دي، ممكن يكون في حد من ولادك تعبان او عنده مشكلة تخصه، او هو انت خايف من نتيجته او امتحانات هو فيها. بس عامة انا شايفة ان كل الامور يعني هتعدي على خير عندكم، والله فنجانكم جميل، فنجانكم يفرح، في بشورات خير كتير ليكم. في عندكم كمان سجدة شكر هتسجدوها وتحمدوا ربنا على امنية هتتحقق ليكم. على فكرة يا برج السرطان، برج السرطان زي ما قلت لك ان في مكالمة او رسالة هتجيلك هتفرحك قوي على فكرة. وكلكم يعني مش زي بعض، في مكالمة تخص يعني تخص بشرة خير، تخص سفر، في تخص شغل انترفيو، في تخص شخص راجع لك من الماضي، في تخص اتفاق ما بينك وبين شخص على رجوع حق ليك، ففي رجوع حق كمان ليكم. عندك كمان نصرة في قلب قضية يا برج السرطان. برج السرطان امورك كلها بخير، شايفة ان انت هتساعد ناس كتير كمان الفترة دي، بحبك كتير في الله، طيور عندك كتير، يعني معنا كده اخبار حلوة هتسمعها. طمني عليك يا برج السرطان في التعليقات، وبحبكم كتير في الله، ومع الف سلامة.